البتنجان لا تقليه ولا تسلقيه ولا تشويه. الله، حيرتينا، امال هنعمل فيه ايه؟ هقول لكم هتعملوا فيه ايه. طريقه بجد تحفه. اول حاجه هتجيب البتنجان زي ما انت شايفه كده، وهنشيل اللي هو القمع اللي من فوق ده ولا ما اعرفش اسمه ايه، ونفتحه كده. ايه، ما نفتحش البتنجانه للاخر، تبقى بس ايه مفتوحه من لحد النص كده. نعمل كل بتنجان بنفس الطريقه. وهقول لكم بقى الطريقه بجد حلوه قوي. هنجيب بقى فلفل وثوم. كميه ثوم ترجع لك، عايز تحطي فصين بس حطي، عايز تحطي كميه زي ما انا حاطه حطي. والفلفل بقى بارد او حار برضو ترجع لك. انا حطيت بارد على حار، ما اقدرش احط حار بس هيبقى يعني لا يحتمل. بعد كده بقى التوابل بتاعتك، هتحطي الاول شويه ملح، وبعد كده بقى ايه هنحط شويه بهارات. لو عندك اي بهارات بقى بتحبيها حطيها. انا حطيت معلقه بهارات، وحطيت نص معلقه كزبره ناشفه ونص معلقه كمونه على الكميه دي، ومعلقتين خل كبار وعصير ليمونه. ونضرب ده كله بقى في المطحنه بتاعه الخلاط، تضربيهم بايد الهون اي حاجه. وتجيبي بقى حله او صينيه اي حاجه عندك، بس عشان هنغطيها فيفضل حله عشان تبقى بغطاها. وهتحشي بقى البتنجان هو ني زي ما هو كده بالتتبيله. ومن تحت طبعا حطينا معلقه واحده زيت، مش اكتر، معلقه واحده زيت بس، وباقي التتبيله حطيتوها على الوش كده. وزي ما حطينا معلقه زيت واحده بس تحت البتنجان، حطينا كمان معلقه واحده بس على وشه، مش اكتر من كده. وعلى نار هاديه تماما. هياخد معاكي يجي نص ساعه بقى، ياخد زي ما ياخد. لما تكشفيه وتلاقي بقى طري ومستوي حلو قوي، خلاص كده تطلعي. بصي، زبده وطعمه تحفه حلو جدا، احلى من البتنجان المسلوق. المسلوق يعني ده اطعم منه، وفي نفس الوقت يعني عارفين حاجه بين المسلوق والمقلي كده. وطعمه حلو قوي، وما بياخدش منك اي مجهود ولا زيت بقى ولا اي حاجه، يعني صحي ولذيذ وموفر في كل الحاجات. بعد كده بقى ايه، انا برصه بس وريهولكم، لكن انا مش هستخدم الكميه دي كلها. انا عامله كميه عشان اشيلها في علبه في التلاجة. اخد منها بقى جنب الاكل، عامله ملوخيه، عامله فول وطعميه كده، يبقى جنب البتنجان ده خطير مع الطعميه في سندوتش طعميه كده. طعمه تحفه تحفه بجد، يعجبكم جدا. بصوا بقى انا الكميه بتاعتي ايه، اوريكم حتى بصوا طعمه جميل. انا ما استنيتش بقى، كان لسه سخن كده، قلت لازم ادوق. بس لما بيبرد بقى وتسيبيه في التلاجة، تيجي تاني يوم تاكلي منه، بيبقى طعمه يعني طعمه بقى حلو مظبوط بقى اكتر كمان. فاستني عليه، اعمليه واستني عليه كده وسيبيه. او لو انت عايزه تجربيه طبعا وسخن، جربي عادي. بس هو احلى لما يبقى كمان في التلاجة، بيبقى احلى واحلى. برصه كده في العلبه، واروح حاطينه بقى ايه في التلاجة على طول. بصوا بقى، ويبقى لو في باقي تتبيله كده او شويه من الصوص كده، حطيه على وشها تحفظها اكتر. جربوها، ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. الف هنا مقدما.